السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على حضرة سيدنا النبي. حلقة جديدة. بسبب ان في الربيع او في الشتاء ما بيكونش فيه اكل كتير غلط والكلام ده، فبدأت اشتري برسيم. والبرسيم اللي انا لو اشتريت برسيم حش بيبقى فيه تعب، بحش واشيل واعبي واروح في البيت والكلام ده. فاشترينا شبكة زي دي وبدأنا نشتري برسيم رخي. واشترينا الحمار جديد اهي. احنا مش شارينها، هو حد مديها لنا ببلاش، يعني قال انا مش عايزها وخدوها. فده اريح لينا بدل ما نحش برسيم ونفضل نشيل ونحمل على الموتوسيكل ونروح في البيت وهم ياكلوا في البيت، والبيت يكون فيه طين والكلام ده واحلى، وضافر الغنم تتعبها وتمشي تعرج والكلام ده. لا، احنا هنا بنوفر على نفسنا الشغل، بس طبعا بيكون قيراط البرسيم الرخي اغلى من الحش مثلا بيكون 300، الرخي مثلا 500 450 550 لحد 600 حسب بطن اول. عليكم السلام، ازيك يا عم محمد؟ 450. عشان طري شوية، هو أكتر من كده الرخي 500 و600، بس ده عشان كان طري شوية فاشتريناه ب450. ربنا ييسر الحال يا عم. أنت عامل إيه؟ الله يخليك يا عم محمد. عندي حاجة، عندي عاوز حاجة، عندي حاجة. بطن أول؟ ماشي خلاص. احنا واخدين من هنا 3، لو كده هنخلص هناخد منه. ماشي. طبعا الشبكة دي لسه صغيرة، ربنا يكرمنا إن شاء الله والشبكة تكبر وتكبر. ده الباشا بتاعنا اللي طالعين وسط الغنم، والغنم دي طبعا كلها مش بتاعتي زي ما انتوا عارفين، بتاعت انا وصاحبي. فبنطلع ده احسن لنا، بنطلع الحوش عندي ظل، الغنم بتطلع في الشمس، ده ميزة. تاني ميزة ان هي بتتمشى، وعشان الألم اللي في ضوافرهم ده، لو في مشكلة في ضوافرهم ده الشمس دي بتنشف. وكده كده الرطوبة اللي بتكون موجودة في ضوافر الغنم في الشتاء، اشتريت تينر. التينر ده بيتحط على ضوافر الغنم، لو في بكتيريا او في اي حاجه من الكلام ده هو بيموت البكتيريا. وطبعا اللي قال الكلام ده حد بيسرح بغنمه، عند حد عنده مراح وصاحب مراح يعني. فبرضه احنا بنتعلم من الناس الاكبر مننا، هم راخين جنب هنا الناحيه التانية، في مكان هنا ناس غنامين راخين، فبروح اقعد معاهم، فبنتعلم منهم برضه. انت بتعملي ايه؟ انت بتعملي ايه يا بت؟ فهي الشبكه دي بنجيبها الصبح ونشدها في المكان هنا اللي هم هياكلوه، وبعد كده نروح نجيب الغنم، والساعة 3 ولا 4 العصر بننقل لهم رخية تانية ياكلوها، وبعد كده بنروح، بتكون الساعة 4 4 ونص نروح، بحيث لما نوصل البيت يبقى ايه المغرب هيأذن. لكن باقي الغنامين او الناس اللي عندهم مراح بيباتوا في الغيط، بيكونوا بقى بانيين عاملين خص. في خص هناك لو شايفينه، في واحد لونه ابيض وواحد لونه لبني. دول دول بيباتوا في المكان، بيباتوا في الارض، يفضلوا بايتين فيها يوم 2 اسبوع شهر، لما الارض تخلص، وبعد كده ايه بيروح ارض تانية. لكن احنا علشان بيتنا قريب من هنا، وانا موظف وعندي اولاد وبروحوا مدرسة والكلام ده ولسه برضو بنتعلم، فانا بروح يباتوا في الحوش، والصبح تاني يوم نجيبهم هنا. وده الخروف اللي هو، في ناس قالت لي الخروف ده اشتري واحد كبير احسن منه، لان ده هتجيبه جاهز هيبقى احسن. فان شاء الله ان شاء الله الخروف ده هيتربى وهيتذبح، مش هيكمل، ده لله يعني. وان شاء الله هنشتري لما اوصل عدد معين، مثلا 10 او 12 واحدة، هشتري خروف، وهشتريه عساف، مش هشتري بلدي او رحمانة او وسيم، هشتري ذكر عساف يسرح معاه. وان شاء الله ربنا يسهل برضه هشتري غنم برديسي.
وان شاء الله في جمعية جاية كده ربنا يسهل، وهشتري بها كمية يعني ان شاء الله، ممكن 4 5 6 زي ما يكون يعني، وربنا ييسر الحال. ادعوا لنا بالبركة يا رب ان شاء الله. بصوا شايفين النعجة اللي قدام الخروف دي طالبة، بنعرف ان هي طالبة بتفضل واقفة الخروف، لكن دي لو مش طالبة هتجري منه، تفضل واقفة له كده، ويفضل هو بيصيد لوحده يعني الخروف ده. بس احنا ساعات بنمسكها له لو هي الطرف بتاعها تقيل او اللي هي تقيل بنرفعها له، لكن لو خفيفة زي دي هو بيصيدها لوحده. يلا يا باشا اطلع، هنفضل مستنيين كتير ولا ايه؟ هو كده كده من الصبح واقف جنبها وصادها تقريبا كتير، لان الغنم عندنا قليلة، فهو صحته حلوة يعني. صادها مرة واتنين وتلاتة واربعة، واحنا مسكناها مرتين، فكفاية عليه احنا سايبينه، برضه مش سايبها لابد لها يعني. يا معلم السلام عليكم، ازيك يا عم محمد؟ النبي خد الشبك ده بيتباع بالكيلو، هو الحبال دي، واحنا بنشدها مع بعض، بنفرد الشبكة وبعد كده نمشي الحبل ده يمشي، يدخل في واحدة ويطلع، يدخل ويطلع لحد ما نلفها كلها. بتتباع بالكيلو، الكيلو تقريبا عامل سعره 200 جنيه، والكيلو بيعمل 2 متر، دي تقريبا 20 متر. جايبينها كده مبدئيا ايه، نبدأ بيها، واحنا ان شاء الله شوية كده هنشتري كمان واحدة بحيث يبقى الاتنين يكملوا بعض. والسيخ الحديد ده تقريبا 5 لينيا مسلح، اللي هو في الحتت اللي طالعة دي، ده السيخ تقريبا من 150 ل 200 جنيه. فهي الشبكة دي مثلا 20، هي 20 متر عاملة 10 كيلو، ال10 كيلو عاملين 2000 جنيه، والحبال دي بالحديد عاملين 1000 أو 1000 ونص، يعني 3000 ونص. وفي الناس اللي هم متابعيني من الأول، في النعجة اللي هي دي اللي أنا شاريها جديد، اللي هي بتعمل في الشبكة دي كانت والدة دكرين، منهم الدكر اللي نايم على الأرض ده، وكان أخوه التاني للأسف مات. الحمد لله على كل حاجة، كل اللي يجيبه ربنا خير. هي النعجة دي كنت شاريها وراها دكرين، في واحد تعب ومات اول امبارح دكر. الحمد لله، زي ما في مكسب في خسارة، وكل اللي يجيبه ربنا طبعا خير، وبنقول الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا.